السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم فيديو جديد وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم هي الكغاتان بالشيفلور. إذا لهاد الوصفة هذه غنحتاجو المقادير اللي كتظهر أمامكم، اللي المكون الأساسي ديالها هو الشيفلور. غنحتاجو الكفتة، وبطبيعة الحال قطع ديال الشيفلور من بعد ما غسلته وقطعته طريفات، المعدنوس، الملح، وعندنا البصلة مشلضة، وعندنا في التوابل الفلفله حمراء السودانيه الابزار والخرقوم، وعندنا الفرomاج غابي يعني فروماج محكوك. اذا على بركه الله، بسم الله. غادي ناخذ المقلاة ونديرو فيها الزيت، ونديرو البصله، نضيفو لها شويه ديال الملح، ونحركوها ونخليوها حتى تنزل، يعني حتى يتغير اللون ديالها، عاد باش نضيفو لها المكونات الاخرى. اذا بعد ما نزلات البصله ديالنا، نتوما كتشوفوا اللون ديالها راه تغير. غادي ندوزو دابا نضيفو الكفته ونبقاو نحركو حتى يدخلها الطياب، يعني حتى هي تبدا كطيب. هانتوما كنحركو بشويه بشويه، عافيه او نار متوسطه. صافي هانتوما بعد ما دخلها طياب الكفته، غادي ندوزو نضيفو واحد 2 دريسات ديال الثومه باش نسمو هاد الحشوه، ونضيف المعدنوس. ما كنضيفش القزبر، غير المعدنوس صافي. وكنستمر في التحراك، وعاد من بعد غادي نضيف دابا التوابل. كما قلت، فيهم الفلفله حمراء السودانيه، الخرقوم والبزار. السودانيه كتبقى اختياريه، يعني الحار كيبقى اختياري، اللي ما كيبغيش الحار غادي يحذفها، واللي كيبغي يعني بكثره راه غادي يزيد، واللي داكشي كيبقى حسب الذوق. اذا صافي الحشوه هي وجدات، غادي ناخذوا الصينيه اللي غندخل الفرن، وغادي نحاول ندير يعني في الاول لاصوص بيشاميل اللي حضرت من قبل، كنفرشها يعني من التحت، وعاد باش ندير عليها الشفلور ديالي. صافي كنمشي كنوزع هاد لاصوص على الصينيه كتبقى اختياريه، يعني نتوما كتختاروا الحجم اللي بغيتو والشكل اللي بغيتو. صافي من بعد ما كنوزع هاد لاصوص هكا، كنحاول نوزعها على الصينيه كامله. غادي نمشي وناخذ الشيفلور اللي انا سلقته من قبل بشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، ما كنخليش حتى كيطيب تماما، كنسلقو لانه كتعرفوا بانه هو دغيا كيطيب. صافي وكنمشي كنوزعو هكا على الصينيه كامله بالطريقه هذه، حتى كنوزعو على الصينيه. كندير الطبقه الاولى ديال الشفلور او القرنبيط، وعاد من بعد غادي نمشي باش نضيف له يعني الحشوه اللي وجدت من قبل. هانتوما كتشوفوا غادي نحاول نوزع هذيك الحشوه يعني على داك الطبقه كامله ديال الشفلور. الصراحه الكغاتان كيجي رائع رائع، وكيجي فيها الشفلور يعني منسم، ومع كيطيب في الفرن كيجي زوين بزاف ولذيذ. ما عليكم الا تجربوا الوصفه عاد تحكموا بنفسكم. صافي كنمشي نوزع هاد الحشوه من الفوق ديال الطبقه ديال الشفلور، ومن بعد كناخذ داك الفرomاج اللي محكوك وكنوزعو ايضا على داك الطبقه بهاد الطريقه هذه.
هاد الفرomage تا هو كيزيدو واحد البنة خاصة. صافي، وعاود كندير طبقة أخرى ديال الشيفلور، يعني صافي كنمشي بحال هكا كندير طبقة ديال الشيفلور، طبقة ديال الحشوة ديال الكفتة والبصل، وعاود كندير الفرomage غابي. كنمشي هكا حتى نسالي داك يعني داك القياس اللي عندي او داك الكمية اللي عندي حتى كنساليها. هانتوما الا لاحظتوا ان الشيفلور كاينين الطريفات اللي هما طابو يعني بزاف، ولكن ما كيضرش انا اصلا حنا دايرين كغاطا، يعني ماشي مشكل انه واخا يكونوا طريفات صغار. صافي كنمشي كنوزعهم بهذه الطريقه. نتوما كتشوفوا الطريقه امامكم واضحه، يعني كاع لي ديتاي هما قدامكم. ومره اخرى غادي ناخذ الحشوه اللي عندي وغنوزعها ايضا على هاد الطبقه هذه. نفس الشيء كنبقى كندير حتى كنسالي داك الكميه اللي عندي ديال الشفلور وديال الحشوه ايضا. اذا حتى الوليدات اللي ما كياكلوش الشفلور فاش غادي يذوقوا هاد الكغاطا راه غادي يعجبهم، لان اولا فيه الكفته، ثانيا من السم بالفرomage، يعني غادي يعجبهم غادي ياكلوه. اذا كنمشي كنوزع هكا الحشوه اللي عندي صافي حتى كنوزعها كامله يعني على الطبقه كامله. وغادي ناخذ دابا لاصوص بيشاميل وغنديرها من الفوق، نمشي كنوزعها حتى نغطي داك الطبقه كامله تغطى بهاد لاصوص بيشاميل. حتى لاصوص بيشاميل حتى هي كتضيف واحد اللمسه خاصه لهاد الكغاطان. صافي كنمشي هكا كنوزع هكا حتى كنغطي داك الحشوه كامله كتغطى كامله. صافي من بعد ما غطيت هاد الحشوه من الفوق كناخذ داك الفرomage اللي بقى لي وغادي نوزعو على الوجه، يعني في الاخير. صافي هكا كنمشي حتى كنوزع داك الفرomage اللي عندي كامل. حنا كنعرفوا بان الوليدات كيحماقوا على الفرomage. صافي حتى كنسالي كنغطيه بالكامل هانتوما كتشوفوا. صافي من بعد ما كنسالي ندخلو للفرن، كنشعل الفرن على الا كان كهربائي كديروا على 180 درجه، والا كان ديال الغاز كنشعلوا الفرن حتى كيسخن مزيان، ومن بعد كندخلوا له هاد الكغاطان ومن بعد نرجعوا معكم. اذا من بعد ما طاب الكغاطان ديالنا هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي رائع رائع. شكله يعني كيشهي، يعني شكلا راه زوين بزاف، والمذاق ديالو كيكون اروع بكثير. اذا كنحاول يعني نزينو بشويه ديال المعدنوس من الفوق فقط للتزيين، وحنا كنعرفوا بان حتى المعدنوس راه المذاق ديالو زوين وكينفع بزاف. صافي ها الكغطان ديالنا واجد جاهز، كيجي رائع رائع الصراحه، لذيذ بزاف. من بعد ما كنقطعوه هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي زوين بزاف ولذيذ، وهو باقي سخون، يعني من الاحسن يتكال سخون. وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا علينا الاخبار في التعليقات. وشكرا على حسن تتبعكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك. اللايكات ديالكم راهم مهمين بزاف لينا باش نزيدو لقدام. والى وصفه اخرى ودمتم في رعايه الله.